في هاد الصباح الجميل كانت الزرافة غادة فرحانة لجهة الواد باش تبرد عطشها. يا فتاح يا عليم، الجو اليوم غزال، المشوار للواد ولا بعيد؟ مشات زرافة للواد اللي رجع كيخوف خاوي من بعد ما كان ديما عامر بالحيوانات وما ديالو حلو كيشرح القلب. ما كملاتش الزرافة شريبها حتى سمعات صوت غريب جاي من تحت الماء. اويلي شنو هادشي؟ شي حاجه كتجرني، عتقولي عيب الله. في لحظة وحدة الزرافة غبرات وسط الماء بحال إلا عمرها كانت. حتى انا فيا العطش، ولكن فين مشات صاحبتي الزرافه؟ غريب هادشي، كانت هنا دابا، ياك ما الارض انشقات وبلعاتها. غير قرب الماعز باش يشرب حتى هو وقع عليه نفس المصير وغبر في ثانية. فين غبرات الزرافه والماعز؟ من الصباح وانا كنقلب عليهم. والله يا ملك الغابه الا ما خلينا قلبنا الشجر والحجر، ولو تقول الارض بلعاتهم. الخوف سكن قلوب حيوانات الغابة وما بقى حد كيزعم يمشي للواد بوحدو. معقول يكون هادشي فعل فاعل؟ ولا الغابه ولات مسكونه بصح؟ سيدي السباع، انا لاحظت بلي كاع اللي كيغبروا كيمشيو لنفس البلاصه. تما بلاصه تكلم دغيا قبل ما يغبر شي حد اخر. نبع الماء المسحور تماك فين كيسالي الاثر ديال كاع صحابنا. غادي ندير كمين عند الواد. قرر السبع يدير كمين عند الواد باش يعرف هاد السر اللي حير الغابة.